اليوم اجتمعنا وعنا ضيفتين بمقرنا، مقر وحدة حماية المرأة، نساء يزيديات تعرضوا لكافة أنواع الظلم على يد داعش. تم تحريرهم من قبل وحدات حماية المرأة اللي هن عزيزة وطواف. أهلا وسهلا فيكم. طبعا الكل بيعرف أنه تنظيم داعش الإرهابي هاجم شنغال ب 2014 و7000 النساء، اغتصب، قتل، ذبح، باعهم بأسواق النخاسة. المرأة اليزيدية عانت الويلات على يد تنظيم داعش الإرهابي. من 2014 لحد اليوم وحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية حررت المئات من النساء اليزيديات. كل يوم تثبت وحدات حماية المرأة للعالم أجمع أنها صاحبة عهدها لتحرير النساء وأنها تقوم بواجبها ومهامها على أتم وجه. مرة أخرى بنرحب بطواف وعزيزة، أهلا وسهلا فيكم. بنبارك تحريركم وكتير فرحنا أنه تم تحريركم. حابين نسمع قصصكم وتوجهوا رسالة للنساء العالم. اسمي طواف داود جبطة من تل عزير من شنغال. هلا نحن تحت قوات حماية المرأة ومبسوطين، وهاي فرحة ما تنسي، خاصة يعني بعد 10 سنين إنه تحررنا ورح نرجع على شنغال، وخاصة إنه شنغال فيها وحدات حماية المرأة مكان آمن بعد كل اللي صار من 2014 لحد 2024. في كثير من النساء اليزيديات عانوا، تعذبوا، انتحروا، قتل، ضرب، اغتصاب، كل شيء شفنا. قدم شكري وتقدير لهاي الوحدات انه حرروا اختي كمان قبل 2019، وان شاء الله انكم روحنا عندهم تكون بخير. نحن كمان نتمنى لك حياة سعيدة، حياة بهدف، حياة يكون لها معنى، حياة حرة خالية من الأوجاع والمآسي لك ولكل امرأة يزيدية، لكل امرأة مظلومة. فعلا قصص اليزيديات قصص مؤلمة. أوجه رسالة إنه قد ما تحاول تصل للقوات وحدة المرأة، وحدة حماية بس تكون بأمان، ما حد يقدر يأذيها، ولازم تبادروا تصلوا، توصل حالة للوحدات. أكيد، وبعد ما تصل إن شاء الله حتكون بخير وبأمان وترجع تعيش حياتها طبيعية وبين أهلها وناسها وشعبها وبمكان أمان. ويلي تحررن لازم يقدموا شكر لهاي القوات، واللي بتقدر تنضم يكون أحسن، لأن احنا تعانينا، لازم ندافع عن النساء. صح، المرأة اللي بتعاني لازم ما تقبل المعاناة على النساء غيرها، وهذا هاي هي استراتيجية وحدات حماية المرأة. صحيح. عزيزة أهلا وسهلا فيكي. أنا عزيزة خالد علي اسمي، من قرية كوجو. كنت بالمخيم وهسه بأمان عند اليبكة، وهسه حررونا، وبعد 10 سنين أرجع لأهلي. شو شعورك؟ كثير يعني مكيفة مبسوطة وهيك بعد 10 سنين أرجع لأهلي. وكثير بنات اليزيدية حرروهم، وهسه يعني في كثير بنات اليزيدية لسه مخطوفات وتعبوا وشافوا عذاب وهيك. شو بتوجهي لهم؟ شو بتقولي لهم؟ يعني أتمنى كله يرجعون على أهاليتهم وكله يتحرروا، وبعد 10 سنين يشوفون حياتهم بين أهاليتهم. يخبروا إنه هن اليزيديات الموجودات بالمخيم، الموجودات برا المتخبايات خوفا من داعش. شو بتوجهي لهم رسالة؟ لوين يروحوا؟ لوين يتجهوا؟ لا يعني ما في شي خوف، يسلمون حالهم ويرجعون على أهاليتهم
ايه وفي منهم يخافون على اولادهم وهيك. انا ضليت 5 سنين بالمخيم، يعني خايفة على بنتي، مشان هيك انا ما سلمت حالي ورحت. ايه وكل حملة تجي على مخيم وهيك مشان هذا الشيء انا خفت يعني اروح عند اهلي. بس شوي فيك تحكي لنا عن قناة، مين هي، كيف اجت، هي ضلت عندك كل هالسنين؟ ايه قناف كان هي بنت سلفتي وانا وياها مع بعض. ايه وامها راحت، كان عندها ولد اكبر منها. ايه وانا ما كان عندي ولاد. قالوا لي انت بعمر صغيره وهيك، يعني عشان ما ياخذوكي يفكرون انت بنت وهيك، خلي قناف تضل عندك. ايه وهي قال راح اخذ الولد، اذا خلصت حالي وانهزمت واذا قدرتي بيها يعني كمان انهزمي. في كثير بنات الازدياد يعني انهزموا خلصوا حالهم، الناس ساعدوها. ايه وضلت عندي، كان عمرها شهرين. ايه حاولت يعني انهزموا هيك وما قدرت وضلت عندي. هسه صار عمرها 10 سنين. الله عمرك طويل. بتعرفي شيء عن مصير امها؟ وينها هلا؟ ايه امها هناك، ومن جيت عند وينها؟ امها بشنقة كوجو. رجعت وحكيت معاها وحكيت مع اخوها وحكيت مع اهلي انا. ما شاء الله. إيه شفناهم وحكينا ان شاء الله. كل شيء هنا. صدفة حلوة صارت بذكرى مجزرة شنغال، تم تحريركم، رح يتم تسليمكم لأهاليكم بشنغال. إن شاء الله. هذا أكبر انتقام من داعش، أكبر انتقام من كل ذهنيات اللي بتتسلط على المرأة وتشوف المرأة صغيرة تسلب إرادتها بالعنف تغتصب.